مساء الفل على الكل. أنا جنى ودي أول حلقة في برنامجكم جنى هتولعها نار. طبعا انتوا هتستغربوا من الاسم وعايزين تعرفوا البرنامج ده بيتكلم عن ايه. احنا برنامج صد رد، ايوه زي ما سمعتوا كده بالظبط، صد رد. هنرد بلسان كل واحد طلعتوه على المسرح والتحفيل شغال عليه. هنرد بلسان كل شخص النوب عالي عليه بسبب موقف أو صورة أو تصريح. إحنا مش محامين ومش جايين ندافع عن حد، بس ساعات في ناس بتزودها ومحتاجة الرد. ومن غير تفكير ومن غير حوار جنى هتولعها نار. لو رجعنا بالزمن شويتين، مين فينا ملوش ذكرى حلوة معاه؟ خاصة في أيام المصيف ولا بوستراته اللي كانت مية حيطان ودت كل واحد فينا. طب بلاش ده كله، مين من الشباب ما حاولش يقلده في تسريحة شعره في فيلم آيس كريم في جليم، ولا الدبلز اللي كانت في ألبومه تملي معاك، والسويت شيرت بتاعه اللي تقريبا شباب مصر كله كان لابسه. ندخل في الموضوع من غير لف ولا دوران. المطرب والمغني الكبير جدا مواليد 11 أكتوبر سنة 1961 عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب الهضبة. مين فينا ما كتبش تعليق في مرة على صورة لعمرو دياب وقال له ايه يا عم، هو انت مش حاسس بينا وبالهم اللي مالينا؟ مع كل أغنية لعمرو دياب لوك جديد ومختلف بيخلينا نقول لنفسنا هو احنا اللي بنكبر ولا هو الزمن واقف عنده عند سن معين؟ نمسك الخشب وربنا يبارك في صحتك طبعا، ودايما نكسر الدنيا كعادتك يا هضبة. عمرو دياب اسمه لوحده ترند، زي ما بقول لكم كده، يعني لو كح هيتقال عمرو دياب كح، والكحة دي ممكن تكسر الدنيا كمان. صورة انتشرت من كام يوم على مواقع التواصل الاجتماعي كان نار في الهشيم، عمرو دياب والممثلة اللبنانية داليدا خليل، وخدت كتير قوي من وقت الناس في متابعة الصورة والتدقيق والتمحيص والتفحيص، ولا كأنهم شغالين في الطب الشرعي ومستنين يطلعوا بنتيجة هتغير مسار القضية. وبيني وبينكم داليدا خليل حاجة كده من أصحاب الإطلالات الأنيقة والمميزة، يعني تقدر تقول كده من حلويات لبنان. بس سؤال، هو مش عمرو دياب نجم كبير ويعتبر نجم عالمي كمان؟ فأكيد أي حد من جماهيره ومن مهاويسه لما هيشوفه هيبقى في حالة كبيرة من الفرحة واللهفة عليه. فالست داليدا خليل أول ما شافته، وعلى حد قولها في تصريحات كانت قالتها في برنامج مالية كل المواقع، إن هي اللي طلبت الطلب ده. أنا قلت له بوسني عم بيسني زي ما شفتوا كده، هي اللي طلبت مش هو اللي جري، وبلسانها اعترفت وقالت القبلة كانت عفوية وقلت له بوسني فبسني، وكان كل ده بدون ترتيب. وقالت كمان لا يمكن ننكر ان شخصية عمرو دياب مميزة وملهمة ومثيرة للقيل والقال مهما عمل. فده يبين ان الضجة اللي حصلت على صورة عمرو دياب والممثلة اللبنانية داليدا خليل طلعت ترند من ولا شيء. بس كل ده عشان اكيد الصورة فيها عمرو دياب. الناس ربطت بين الصورة دي وعلاقة عمرو دياب بدينا الشربيني اللي قعدت بينهم سنين، وكانت العلاقة دي معروفة قدام الكل، والناس طبعا ما كانتش سايباهم برضه في حالهم. ولا نسيتوا لما كان بيغني لها والله بحبك موت واحب برج الحوت، والله بحبك موت واحب برج الحوت، وكلنا قلنا ده بيغنيها لدينا الشربيني وهي السبب في حالة السعادة اللي كان بيعيشها عمرو دياب وقتها. لكن الموضوع ما طولش وانتهت القصة، وما اعتقدش ان في حد دلوقتي بيتكلم عنهم في الفترة الأخيرة. الترند المرة دي ما كانش لعمرو دياب لأنه فعلا مش محتاج يكون ترند. الترند المرة دي كان لصالح الممثلة اللبنانية داليدا خليل، واللي تقريبا بعد الصورة دي هتبقى الممثلة رقم 1 في الوطن العربي. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان في منا مش هيسكت وهيكتب أشعار في التعليقات، وده حصل فعلا. في اللي كتب عن الحلال والحرام، وفي اللي كتب ما شاء الله عمرو مش بيضيع وقت، ده غير اللي كتب من النهارده هتكون أهم ممثلة في لبنان والشرق الأوسط. طبعا كل واحد بيكتب على حسب رؤيته للصورة وشايف عمرو دياب ازاي، لكن النتيجة واحدة، عمرو دياب
من أهم أساطير الغناء في مصر والعالم العربي، وبالتأكيد مش صورة هي اللي هتهز علاقة عمرو بجماهيره. يا جماعة في إيه؟ كل ده على صورة يتيمة بين عمرو دياب وممثلة لبنانية؟ والله العظيم كلها صورة، أو بقول لك 3 صور. إيه ده؟ هما طلعوا 3 صور؟ هو أنا اللي كنت مفكراهم صورة واحدة؟ الله يسهل لك يا عمور. ما علينا، حياتنا كلها دروس، بس الشاطر اللي يتعلم ويستغل الدرس لصالحه ويقدر يستفاد منه بأكبر قدر ممكن. المفيد من الصورة دي إن مش لازم نحكم على حد من أول لقطة، اللقطة دي أكيد وراها كلام كتير محدش يعرفه غير الأشخاص اللي في الصورة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، واشوفكم في حلقة جديدة وترند جديد، وسلام عليكم.